أهلا بكم في بودكاست مع سعد ومروة. هذه الحلقة برعاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا معانا في بودكاست جديد مع سعد ومروة. ازيكم؟ معنا اليوم مروة. ازيك يا مروة؟ أهلا يا سعد وأهلا بكل الناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا. إن شاء الله أنتوا كويسين وبخير وصحة وعافية. معانا من خلف الكواليس عمار. ازيك يا عمار؟ أهلا سعد، أهلا مروة، أهلا بالمستمعين والمشاهدين. ونحن منتظرين انك تكون معنا يا اخي، في طلبات كثيرة جدا في التعليقات. أكيد إن شاء الله نحاول نفيد الناس يعني. نعم، لكن درنا انك تظهر معنا كده بوجهك وكينونتك. لما نصل مليون متابع رأيك شنو؟ إن شاء الله، لأنه يكونوا مستعدين، لأنه ولو عندهم بصل للتفاح ولا ما يقطعوه. ليه قطعوا يدينه. قطعوا يدينه. ايوه الله سيدنا يوسف. الحلقة اليوم هي عبارة عن طلب جاء كثير من المتابعين لينا ولمروة عن انطباعاتنا وزيارتنا الأخيرة للسودان. نكلمهم نحكيهم عن أشياء حصلت لنا، تفاصيل خلال الرحلة. كيف يا مروة، مستعدة للحلقة دي؟ على قول الناس اللي طلبوها السودان على حسنا. مستعدة طبعا، مستعدة شديد. أولا لأنه الزول لما يكون بعيد من حتة فترة طويلة بيقدر يشوف التقدم والتدهور الحاصل. ثانيا لأنه الزول دايما برا بيكون شايف بصورة أوسع وصورة أعمق. وثالثا لأنه الزول المشتاق دايما بيركز على الحاجات الحلوة. فإن شاء الله الليلة حتكون حلقة فيها مصداقية شديدة على كل الحاجات اللي نحن واكسبيرينس، الحاجات اللي شايفينها حلوة شديد، الحاجات اللي شايفينها لو تعدلت حتبقى حلوة شديد. نعم بإذن الله. طبعا يا جماعة يعني أيضا في حاجة مهمة جدا نضيفها، إنه حاليا نحن بقينا نستقي أشياء كثير جدا من السوشيال ميديا، فالواحد يعني مكون فكرة معينة وهو ماشي على السودان، ودي إحدى الأشياء ممكن نقول السلبية ممكن تقول في السوشيال ميديا، ممكن تكون إيجابية بشكل أو بآخر. لكن أول حاجة هنتكلم عن إحساس الشخص وهو مسافر ماشي على السودان يا مروة. طبعا انت ماشي على السودان. صراحة قبل ما نمشي كنت شايلة هم. منو انت ما كنت شايل هم؟ انا كنت شايله هم، واهلي كلهم عارفيني مسافر شايلين هم، وعمار شايل هم to the point where he's like ما تمشي يا مروه خليه. من جزء من الزياره كان المفروض انه في حاجات معينه تنقضي، ما تمشي خلي مثلا زول تاني يعملها. فقبل ما امشي كنت شايله هم من اللي بنسمعه السوشيال ميديا ومن الصوره المنقوله لنا. نعم. كان حوادث في حوادث كثيره جدا حاصله في السوشيال ميديا. احنا دائما في السوشيال ميديا للاسف انت بتشوف الجانب السلبي والأخبار السلبية عن السودان. حقيقة الواحد مشاعره قبل ما يمشي السودان كانت بين تخوف وبين إنه في نفس الوقت اشتياق. يعني كان الواحد عنده إحساسين. أي زول حاولي كان ما مشجع أبدا زيارتي للسودان في الوقت الراهن. توقعاتي ليها كانت مبنية على المعلومات اللي بستقيها من السوشيال ميديا ومن الناس اللي عايشين في السودان اللي أنا بعرفهم هناك. بطبيعة الحال البني آدم دايما بميال للنيجاتيفيتي وميال للأخبار الغير سارة حول العالم. دايما بتلقوا القنوات الناجحة هي القنوات اللي بتنقل الحاجات المأساوية. لو لقيت قناة مشغلة خبر مثلا فراشات ولا ورود ولا غيره ما حتلقى انه في ناس بتابعوها، لكن لو في المقابل في اخبار بتاعت موت وقتل وغيره حتلقى كمية من الناس متابعاها. فسبحان الله لسبب ما I don't know why نحن وقت اتراكتد للحاجة النيجاتيف والحاجة المخيفة، ودي الحاجة الغالبة في السوشيال ميديا يعني تحديدا للسودان. بالضبط. الجانب السلبي، الجرائم اللي بتحصل. يعني أنا جاني إحساس كده إنه أنا الشارع ما حكون قادر أمشي فيه، يعني في مناطق كثيرة ما حكون قادر أمشي فيها أو ممكن أتنقل فيها يعني. بالضبط. فالواحد لما كان ماشي كان خاطي إنه الأمان 0%. حيكون في مخاطر كثيرة، حيكون في صعوبة في التنقل، حيكون في صعوبة في الحركة، حيكون في صعوبة في أي شيء basically. بس لما مشيت ما ده الحاجة اللي أنا عشتها، عشان ما في زول يجي يقف لي في حلقة يقول لي لا وفي وهناي. أنا ما بنفي إنه في مشاكل حاصلة، ما بنفي إنه في انعدام الأمان في أوقات معينة أو في مناطق معينة، لكن أنا شخصيا ما بحجم اللي أنا شفته والأنا كنت متوقعه. توقعاتي كانت إن أنا ما حقدر أطلع من بيتي. توقعتي إني ما كنت حقدر أسوق عربية، توقعتي إني ما كنت حقدر أتنقل وأمشي وأجي، لكن ده كله ما حصل لي في زيارتي الحمد لله والشكر لله. دخلنا بأمان وطلعنا بأمان. السوشيال ميديا فيها تهويل غير عادي يا جماعة، والقصة دي حسين مروة قالت إنه الأخبار السيئة دي دائما بتكون أتراكتيف، يعني بتكون بالنسبة للناس جاذبة، والناس بتكبر منها وبتزيد منها يعني.
لكن خلينا نتكلم في الاول انه احساسك انت ماشي السودان لما وصلت السودان، وتكلمنا عن الحته دي، لانه انا بالنسبه لي شخصيا يعني بحس بانه انا بين اهلي وبين ناسي، والسودان بتحس انه ده المكان الطبيعي اللي انت منتمي له، يعني احساس جميل، احساس محنه الناس اللي حولك. احساسي قبل ما امشي كنت خايفه. احساسي اول ما الطياره نزلت كنت شايله هم المطار والاجراءات والشنط والضياع. اثيوبيان ايرلاينز نهائي ما تسافروا بها. انا شخصيا نهائي تاني ما حاسافر بالطيران اثيوبي، ضيعوا لنا شنطه ولا تحس ما عارفين اراضيها. دي حاجه. لكن بمجرد والله العظيم ما تطلع من الطياره كده احساس غريب ما بقدر اوصفه. العارف المشاعر دي وطلع برا البلد دي وجراجع يعني ممكن يساعدني في التعليقات، لكن احساس كده انك انت هوم، انت في بيتك. احساس اي ما انضف هوا تشمه لكن احلى هوا تشمه. الواحد بيكون متشوق انه يشوف اهله ويشوف ناسه. السودان عندي انا شخصيا مرتبط بحبوبتي وجدي وبيت العيله وخالاتي ولمة بنات خالاتي واخواتي، مرتبط عندي بمشاعر كتيره حلوه شديد ومشاعر كلها محنه. فبمجرد ما اصل السودان بتيجي بتتدفق كلها فالواحد بيحس انه مبسوط ومتحمس لانه يشوف الناس ويكون بينهم وكده. it's an amazing feeling، وما في أي بلد أنا مشيت فيها أداني المشاعر دي والله العظيم. أي الواحد مبسوط مكان ما هو عايش، بتبسط بأي مكان يمشي له، لكن في شعور معين ما بنلقاه إلا في السودان. ده بالنسبة لي أنا شخصيا. نعم. طيب نحن حنتكلم عن نقاط، هنخليها نقاط إيجابية ونقاط سلبية في زيارتنا يا جماعة، لأنه الحكم المطلق طبعا غير صحيح على أي شيء يعني، لكن حنتكلم تاني زي ما قالت مروة من خلال تجربتنا الشخصية شفناها وسؤالنا برضو للناس اللي عايشين موجودين في السودان يعني. فحنتكلم ده نبتدي بالإيجابي ولا السلبي؟ عمار ايه رأيك؟ والله ابدو بالايجابي. انتوا اكتر حاجه لقيتوها شنو؟ حاجات ايجابيه ولا سلبيه لو مشيتوا؟ والله ده سؤال كويس، وفي كده وفي For كده. me أنا ما شايفة إنه إيجابي وسلبي. For me أنا شايفة إنه إيجابي وحاجات ممكن تتصلح. أنا شايفاه كده، وده الغرض أصلا من البودكاست. ما هي السلبية اللي هي الحياة اللي ممكن تتصلح يعني. يعني هي ما سلبية، هي مجتمعية. لو غيرناها حنبقى أحسن. اللي هي أشياء ممكن تتصلح في مساحة لأنه الناس تعلق عليها وتتكلم وتشتغل فيها مع بعض على سنة تحسنها وتوديها للجانب الإيجابي يعني. تكلم أول حاجة عن مجرد الواحد طلع من المطار، تكلم عن الشوارع والعربات والزحمة، ايه رايك؟ انا طبعا اكتر شيء يعني بيبهرني في شوارعنا الحفر. والله العظيم لو الزول جا حفره مخصوص ما بتكون بالاتقان ده تكون كمين بشكل كمين بتكون. يعني انت في شوارع there is no way الا تخش في حفره، فبتقوم شنو تشوف فيها تل اصغر تخش فيها. والله دي واحده من الحاجات اللي انا بجد المره دي يعني خلعتني، موضوع عدم صيانه الطرق. يعني الواحد لحد فتره قريبه السودان كان في صيانه، الطرق دي فيها صيانه، فيها نظافه بشكل او باخر بتتم، لكن حاليا ما في نهائيا. والله يا سعد انا شخصيا في حفر مما بديت اسوق في السودان هي قاعده ليوم الليله. لا والله كان حس كميه الشوارع المكسره بقت غير عاديه يعني، حتى الشوارع كانت ممتازه ومعروفه وكده يعني. انا يمكن عشان ما دخلت الخرطوم جوا، ما سكت جوا ميبي، يعني سكت في حتت محدوده، لكن انا لغايه الشوارع سكت فيها هبه حفره ذاتها زادت. كميه العربات طبعا، كميه العربات في اي بلد في العالم حتمشي حيقول لك كميه العربات عندنا زادت، لكن كميه العربات عندنا زادت مع اختلاف كبير جدا في طريقه السواقه في السودان. يعني السواقه في السودان ممكن نقول انانيه بشكل غير عادي في السواقه. للاسف دي ما حاجه جديده يعني. انا مما بديت اسوق في السودان دي الحاجه اللي كانت سائده، انه الشارع ده حق الزول الراكب العربيه وبس، الناس اللي حواليني ما مهمين. كيف يعني توصفينها اكثر؟ يعني مثلا انا سايقه في شارع اتجاهين، واحد ماشي واحد راجع، لقيت في زول بايع ببيع في حاجه انا عجبتني، بقيف بقفل الشارع، وراي اسعاف، وراي زول ماشي محصل من المستشفى، وراي واحد ماشي تولد، وراي زول حيموت، I don't care، انا عايزه اجيب اشتري قصب حقيف اشتري قصب. يعني ده انا حصلت لي في الخرطوم يعني، من احنا ماشيين في طريق واحد رجع خلف وفجاه تذكر انه في اثنين المفروض يسوقهم ولا اشروا له، انتظروا يمكن 3 دقائق لحد ما وصلوا العربيه وركبوا قافل الشارع كامل.
كامل الشارع قافله، لا قدرنا نمشي ولا نجي ولا اي حاجه يعني. في النهايه هو ماشي بس رفع يده. فدي حاجه شوف الحاجة دي بتتعامل، أنا في رأيي بتتعامل بسبب نمرة واحد ممكن يكون عدم مبالاة، إنه الناس فعلا عايشين في بابل حقتهم، قاعدين كده ده في قوقعة حقتهم، عايشين كأنهم هم بس الوحيدين في العالم ده، مهم نحن بس حياتنا تنقضي، أي زول تاني ما مهم. ودي منتهى الأنانية، وأنانية مدمرة. في نوع تاني جهل، في ناس حقيقي جاهلين، يعني ما عندهم الذوق العام، ما عندهم السنس، الكومن سنس ما عندهم، الإحساس بالآخرين ما عندهم، ما متعودين عليه. ودي برضو بتتعالج، الحياة دي كلها ممكن تتعالج بانه تو هايلايتد. في نوع ثالث بقى دل بيكون شايف انه اي زول تاني ما مهم، انا اهم زول في الدنيا، وانا البلد ده حقتي والشارع ده حقي والباقي حريقة فيه. وبرضو بترجع تصب في اللامبالاة والأنانية. انت رأيك شنو يا عمر؟ والله انا اول حاجه طبعا اللي حصلت الحاجه دي من زمان في السودان، يعني في مشكله. يعني مثلا في هنا مثلا في الدول المتقدمه انه الزول الماشي المشاة دائما بدون الاولويه، لانه لو الجو سخن هو متاثر بالسخان اكثر منك، لو الجو بارد بالبرود اكثر منك، فدائما بدون الاولويه في اي حته. اسف شديد السودان ما في كلام زي ده. اذا انت قلت ساق العربيه بيسوق زي ما هو عايز، ممكن يسوق عكس الاتجاه، ممكن يعكس الشارع زي ما هو عايز. فما في انا سايق العربيه، طالما انا سايق العربيه انا ممكن اعمل اي حاجه. ما في احترام الاخرين، ما في يعني في حاجه زي ما انت قلتي الكومن سنس. والمشكله بتاعت الكومن سنس دي يعني انت هتعلمها الناس كيف، حتى لو بتعمل لها هايلايت الكومن سنس المفروض يكون موجود. انك زمان مثلا الزول مثلا براعوا انه فضل الظهر زمان بيشيلوا الزول اللي ما عنده، لو زول واقف فتره طويله. احنا يوم كنا بنقرا في المدارس كان احيانا بيكون ما في مواصلات، الناس كانت تشيلنا، يعني الناس كانوا جيراننا كده كانوا بيجي يسوقوا الطلبه ويودونا المدارس. حس السودان ما في الحاجات دي. لما مشيت اخر مره الحاجات دي اختفت تماما. ف لا الشارع مشكله، ما في نظام، ما في نظام، ما في وما في احترام للقوانين. دور بتاع المرور ذاته دور انه يقطع تكت للناس بس، يعني هم المفروض دور يكون ما في زول بنظم المرور اصلا. والله عمار انا في مشيتي دي حصل لقيت كثير من رجال المرور بيحاولوا، يعني في ناس بيحاولوا يشتغلوا في تقاطعات مهمه جدا جدا، بتلقى انه في رجال مرور واقفين وبيحاولوا يمشوا كده. لكن طبعا من ناحيه ثانيه كلامك صح برضه، لاحظت انه في كثير من الحملات بتاعت الشرطه موجوده في حتات بتعيق الحركه بالكامل. يعني المشكله وين يا سعد؟ المشكله انه في مخالفات مروريه العقوبه بتاعت التيكت. يعني انا بحس انه لما العقوبه ما تكون رادعه الناس ما بتحترم القانون، زي عكس الشارع مثلا، دي حاجه في كل شارع. تيكت انت عكس الشارع التيكت، ما في احترام نهائي للقوانين المتعارف عليها. صح بالضبط. ودي مشاكل كبيره، وسلامة الآخرين، سلامتك أنت السائق وسلامة الناس اللي في الشارع برجلهم أو بعرباتهم. فنحن ما عندنا احترام للقوانين. والحاجة اللي للأسف محزنة إنه يقول لك جات علي أنا، هي جات عليك أنت. والله العظيم لما أنا وأنت وعمار نحترم القوانين دي 3 محترمين القوانين، ولما نعلمها غيرنا حيحترم القوانين، وبالتالي حنبقى كلنا نحترم القانون اللي هو اتعمل عشان يساعدنا نحن نعيش بسهولة. يعني هو القانون أصلا ما عشان يحكم الناس أو يتحكم فيهم، القانون عشان يسهل حياتك، عشان to make it easier and safer لك، يعني أنت تكون عايش في أمن أكتر. فعندنا مشكلة حقيقية في القوانين وفي من يطبق القانون. نعم. يعني أنا صراحة to be honest الانطباع دائما بيجيني في السودان لرجل المرور إنه هو واقف بس يقطع إيصال، عايز يقف يوقفك يشوف لك مخالفة يدفع قروش. لكن ما بحس إنه الانتنشن إنه to إنه كريات شارع آمن، حماية للسائق وللناس الراكبين معه أو الناس المشاة في الشارع. وفي نقطة قالها عمار مهم، الناس اللي بيمشوا برجلينهم، إنه ما في احترام للناس اللي ماشيين برجلينهم. الناس اللي ماشيين برجلينهم ذاتهم يا عمار أنا مرات بكون واقفة الإشارة أول ما تفتح أخضر الناس بتمشي. يعني الناس بيمشوا في الشارع من غير تركيز، انت 200 تقطع و200 تقف. يعني انت ما ممكن العربات واقفه مستنيه الاشاره، والاشاره في اشارات 10 ثواني وبتكفل تاني.
فما ممكن يكون الناس واقفين مستنيين الإشارة وأول ما الإشارة تبقى خضراء أنت تيجي قاطع. دي منتهى عدم المنطقية يعني. الناس المفروض حتى الناس الماشيين، الناس السايقين يراعوا للماشيين والماشيين يراعوا للسايقين. ما هو كلنا لازم نراعي البعض يعني. أي زول فينا لازم يخط في باله الثاني. الواطة دي ما قاعدين فيها برانا، فلو بقينا نراعي البعض حيكون في سهولة أكيد في الحياة. والتخطيط على فكرة جزء من المشكلة الكبيرة هي تخطيط الشوارع نفسها. أيوة. لأنه الأشياء دي كلها مكملة لبعض يعني. عشان تسهل عمل رجل المرور لازم تبني الشوارع دي بطريقة يكون فيها سنس ويكون فيها منطق للسائق يعني. صح. من كل النواحي. لأنه أنت إذا عكست الشارع ما بس لأنك عايز تعكس الشارع، لسبب أكثر منه دار تصل ليوتيرن. إذا أنت ما مشيت لها عكس الشارع حتضطر تمشي لك مثلا 3-4 كيلومتر 5 كيلومتر عشان تقدر تدخل مثلا. ده كمثال. ناحية تانية الحتة بتاعت المشاة. حتة المشاة دي حتة مهمة جدا. المشاة لازم يكون عندهم حتة يقطعوا منها، إنه ما بيقدروا يقطعوا إلا من الحتة دي يعني. حاسة إن إحنا برضو في أمريكا هنا لاحظت غير حتة المشاة دي عندهم حتة السلامة. إذا شارع من الشوارع حصلت أو حتة في شارع معين حصلت فيها مثلا 3 حوادث في فترة زمنية قريبة، طوال بيجيبوا الجهات المختصة، بيجيبوا ناس المساحة والناس اللي عملوا الشارع وبيجوا ناس الشرطة، إنه يا جماعة في حاجة غلط في المنطقة دي لازم الناس تعيد صياغتها مرة تانية. فبإذن الله إحنا الواحد يأمل إنه السودان بشكل عام يحصل فيه النقل إن شاء الله في الطرق وفي الجسور وحاجات دي يعني. لكن فعليا موضوع التخطيط بيكمل الشيء الموجود على الأرض. في مشكلة في السودان يعني. أنت تسوق سياق عربية وزول ثاني سياق عربية بيعانوا العربات عشان يشوفوا يكون في كوميونيكيشن باللايت وكده. الماشي مع بتاع العربية بيكون الاي كونتاكت، بيشوفوا بعض. في السودان الاي كونتاكت معناه مشكلة. فبيحاولوا ما يعانوا لبعض ويزول بيعمل في راسه. وانت والحريف لو ما زول بتاع السائق ده حريف ممكن يحصل حاجه. الحرفنه دي بتكتسبها في السودان. انا زي ما عندي واحد صاحبي لما وصلت قلت له انا ما قادر اشوف اشارات المرور اعرفها خضراء ولا حمراء، لانه الاشاره ممكن يكون فيها نور واحد الاصفر هو شغال، فانت لما يظهر الاصفر ده بتعرف انت المفروض تمشي او المفروض تقيف. يعني مثلا من الاخضر بتمشي، من الاحمر بتمشي للاخضر، لما تيجي راجع بتمشي اصفر واحمر، فالاحمر ما شغال والاخضر ما شغال، الاصفر هو شغال. فصاحبي ده قال لي لا ساعات في حاجه عندنا هنا اسمها السنس لازم تطورها عندك شويه وانت قاعد في السودان. فقال لي هنا حاجات كثيره بالسنس. فالاي كونتاكت في السودان معناها مشكله. في ثاني مشكله انه انا 90% من طالع مشوار انا متاكد تماما انه حجنب عشان يعني لانه حنشاكل. في مشكله دي مشكله، دي حاجه كبيره في السودان ما كانت موجوده اصلا. الناس كانت بالها طويل شويه يعني. انا حدث مستغرب بتعرفش انا بكون مثلا راكب معاه بيطلع يقول لك ده قرصني، انا ما اعرف قرصه وين يعني. هو قرص طلع يده قرص ولا عمل ليش انا والله قرصني واطلع ايضا شال له عكاس وجاهزين للضرب يعني. هل انت فانت مشوارك الاساسي انت ماشي بتكون نسيته او ضاع عليه خلاص. فدي مشكله 90% من الاخر مشكله من السودان الناس بتطلع بتكون جاهزه تتضارب. صح. واي زول شايل حاجه في العربيه عشان ما طبعا طبعا انت بناخدها في الحاله الاقتصاديه في كذا يعني. والله شوف السخانه اللي جوا دي هي المسخنه الدنيا كلها والله العظيم. يعني انا مقتنعه تماما انه البني ادم اذا بقى طول باله وبقى هادي وكده حتى الاسترس بتاع الحياه هتعامل معه بصوره احسن. يعني اسال روحك سؤال، اتضايقت او ما اتضايقت الاوت كم شنو؟ لو انا متضايق اي مشكله هتعامل معاه بضيق وهيكون الضيق مستمر. لكن لو انا ما متضايق ولقيتني مشكله ممكن احلها. البوسيبيليتي بتاع انك تلقى الحلول اكبر، احتماليه ايجاد الحل وانت هادي اكبر مليون مره من احتماليه ايجاده وانت متضايق. والرسول عليه الصلاه والسلام عنده حديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لانه الغضب ده هو ابو المشاعر السلبيه. نعم التوب في المشاعر السلبيه هو الغضب وبيطلع منه باقي السلبيات. يعني الناس تكون واضحه، كلنا الناس يعني تعبانه في السودان، جاريه، الناس كلها بتجري على معيشتها، في الحاجه المؤثره عليك دي مؤثره على كل المجتمع، الناس اللي حولك. انا واحده من البلدان اللي شفتها فيها برضو الناس يمكن تكون تعبانه لكن بتعالج الامور بطريقه جميله هي مصر. دائما يعني فعلا اقدر اقول لك مصر، لان مصر حتى في الاسواق الناس بتكون ماشيه بتخبط في بعض، ما في بيتكلم مع الثاني، ضربوا بعض، بيتعاملوا بحرف شديد مع المواضيع. يعني في السواقه يعني حتى المصريين بيتعاملوا مع الزحمه احسن من الناس فينا في تكساس. يعني تكساس ممكن تحصل مشكله
ممكن انه الناس لو دست بوري شويه ولا بتاع ولا هنا ممكن تستحمل بيكون لكن المصريين اللي حصل المصريين قاعدين يتعاملوا مع الحاجات دي بحرفنا وما بيركزوا مع بعض. المشكله الشكل بتاعي لما انت تركز يعني بتاعي اللي يقرصك بتاعي اللي يقول لك حمر لي ما يحمر لي يطلع ولا طلع معاه وده شو ده انا ما قادر افهم هل انتوا متفقين على الشكله دي يعني ولا في شنو التركيز مع بعض ما على يعني في الشارع متفقين والله كانوا متفقين على الشكل والله قرصت طلع ورا بعض وينزل شلوا عكاز وطلع شخصنه شديده ايوه وبعدين بناخذ الامور على نفسنا شديد. ليه؟ لانه الواحد مشحون، انت اوريدي طالع متضايق. ما ده الكلام اللي انا قلته، لو انت طالع متضايق اي شيء مشكله، لكن لو انت طالع رايق اي زول بتديه عذر. والله الحاجه دي انا ذاتي كنت بعاني منها على فكره، انا كنت بطلع متضايقه، اي زول بضايقني اي زول ايزي يضايقني. فلما تحولت من اني بطلع متضايقه اللي بطلع رايقه، بقوم بخط للناس الاعذار، بقول يمكن ما شافني، لو زول ضايقني في الشارع يمكن ما شافني، لو زول بيدخلني اقول يمكن مستعجل. يعني بيني وبين نفسي بقيت بلقى تبريرات ايجابيه فما بتضايق. فانت لازم تشتغل على نفسك. هي لا علاقه بالتربيه كمان، يعني يقول لك يعني حياه دوت قبائل و دمه حار قلبه حار والحياه دي فحراره القلب دائما لما انت تكون هادي او تكون انت الكبير في مطلوب تكون انت فعلا الكبير وانت الاوعى في الشارع. دي في السودان بيعتبروك تزول جبان فانت لازم انت تقول كلمتك في النهايه. يعني انت لازم الحمر لك لازم تحمر له. لو ركزت في جهه ثانيه معناته انت خفت منه فانت جبان. فدي لا برضه لا علاقه يعني حاجات زي ما تقول المفاهيم الغلط للرجوله والشجاعه. يعني بالعكس والله ارجل الرجال في رايي اللي بيقدر يضبط اعصابه طبعا اكيد. ده في رايي يعني ما في رجوله حكم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي كل الحديث كان بيتكلم عن حاجه زي دي يعني فلا هم المشكله في انه ما في بعد نظر. انا بعتقد اكيد لكن الشوارع متعبه، الواحد يكون سايق تطلع لك ركش يعني حيوان في الشارع ماشي، زول ماشي برجلين. والله يعني انا متاسفه لكن والله مرات بحس انه حتى الحيوانات اوعى في قطع الشارع من بعض الناس. هاي صعبه. انا كده حاضر يعني دي كير اباوت. انا مرات بحس انه الناس اللي بيقطعوا دول في مهمه انتحاريه. يعني انا بحس انه لا يعني قبل كده ايام باص سياحي، احنا راكبين في باص سياحي والباص السياحي مليان فل في الكمساري وبينه وبين واحد شكل مع واحد في زي 20-30 واحد بيناتهم والله بجد. فزعلوا من بعض فبقى الشاكل ياكل ونبذوا بعد كده تفليه يعني حتصل لك كده والكمساري تفلينا ونقطه في الحديده وداير نص فيه برجلين. قال لي تسمع شو انت حصل كيف هناك ولا بروزه ولا تحصلوا. ففي مشكله بتاعت وتفدي في 20 نفر البطاقه بيمسح كده. تخيل انا المطره اللي حصلت جوا والله يا اخي. لكن والله دي حاجه يعني نتمنى انه باذن الله يعني الامور تتحسن والناس تروق شويه. انا في نصيحه كان او حاجه قريت عن شخص قالوا عمل معاه لقاء. الشخص ده ما عمل حادث كم 40 سنه في حياته، ما عمل حادث عربي ابدا. فساله قال له انت كيف ما عملت حادث؟ ما تشاكلت مع زول في الشارع؟ يعني ما عندك اي غلطات عملتها؟ قال له يا جماعه انا بسوق بعتبر كل الناس اللي حولي مجانين. قال له ما بكون ماشي في الشارع ده بكون واحد جنبي هنا عادي بقول نزول ممكن حاسس يدوس فرامل يلف علي، او العربيه العكس دي تنط تجيني، او الزول اللي يعني ينط ينتحر قدام العربيه زي ما ده الوعي بتاع انك طالع من البيت وانت جاهز الحاجه. نعم يعني بتكون مجهز نفسه لانه اي حاجه ممكن تحصل. فلو انت جهزت نفسك طالع من البيت انه اي شيء ممكن يحصل في الشارع ده بتكون حتقدر تتمالك اعصابك وفي نفس اللحظه حتكون يعني سايق بحذر كبير يعني. فدي حاجه مهمه. ننتقل في الشارع برضو حته ثانيه، حته جميله انا يعني اتبسطت منها، حته توفر الوقود البنزين والجاز ايضا توفر بشكل عام يعني المواد بشكل في السودان إذا كانت الأغذية كل الحاجات دي يعني الحمد لله. طبعا هي متوفرة لكن في غلاء رهيب. دي الحاجة اللي أنا لاحظتها. لاحظت إنه السودان $100 حرفيا زمان كانت بتعمل لك حاجات كتيرة، حاسس $100 ما بتعمل أي حاجة. في غلاء ما طبيعي. الزيادة بتاعت
أسعار من ما آخر مرة كنت في السودان 2020 شهر 12 لحسي 2022 شهر 9 غلاء شديد. الغلاء ده يا جماعة موجود في أي بلد في العالم، في غلاء حاصل، لكن نحن نتكلم عن $100 دي في أمريكا. هنا لو دخلت بتشتري تشتري بيها يعني $100 هنا بتعمل لك جروسري. في السودان يمكن اشتري بيها 25% بس من حياتي بقدر اشتري بيها هنا. وفي مصر مثلا الدولة المجاورة طوال بتشتري برضو يعني $100، لكن في السودان $100 ما عندها قيمة. في غلاء شديد. بمناسبة البنزين ده يعني السودان بقى فيه باور فظيعة للشائعات، حاجة مخيفة. ان احنا كنا قاعدين في امن وامان نعمل في مشاويرنا، فجأة التليفونات اتضاربت، امشوا كوبوا بنزين، افللوا عرباتكم، بكرة ما في بنزين، بكرة في اضراب. طبعا الخبر ده ما في زول قدر يصل لمصدره، لكن كل الناس بقت شنو بانيكين عشان تمشي تكب بنزين. حصل فجأة تكدس في الشوارع، الترمبات دي زحمة، وقفت الشوارع، وقفت الترمبات، الناس اللي عندها أي شيء بطلته عشان تمشي تكب بنزين. تاني يوم عادي في بنزين في الترمبات، ما في أي مشكلة. it was like really حاجة مخيفة. السوشيال ميديا في السودان مستخدمة بطريقة يعني بتضر الناس وبتضر حاجة سخيفة يعني. عندنا الإشاعات دي، عندنا ناس بيكذبوا كذبة وبيصدقوها وبنشروها، والناس بتساعدهم في نشرها من غير تقصي الحقيقة يعني. ويا ريت من هنا نحن بننادي الناس حاجة ما متأكد منها ما تنشرها، ما تنشر حاجة أنت ما متأكد منها. زول اداك خبر أسأله مصدرك شنو، لأنه كده نحن هنقدر نعمل ليميتيشن لكمية الأكاذيب الموجودة، بالذات لما تكون أكاذيب مضرة يعني بالبلد وبالمواطن. المفروض الناس ترجع للجهات المختصة في الموضوع. أكيد عندهم ويب سايت بتاعهم، عندهم في جهات كتير عندها واتساب كمان، فالناس ترجع للحاجات دي. ما تتجه هنا في أمريكا في المشكلة بتاعت السوشيال ميديا بقت تيك اوفر everything يعني، بالذات الفيسبوك. الحس الحمد لله بقى يرجع، بقى يتراجع شويه لانه ذاته عنده مشاكل، لكن لو كان هو المسيطر، وكان هو الحكومه يعني. فدي مشكله. الوعي انك ترجع لو في حاجه ترجع المصدر بتاع تاكد من المعلومه بس. نعم. تاني نتكلم عن موضوع في البنزين برضه قبل ما نمشي منه. عندنا مشكلة حاصلة اللي هو في غش بيحصل في بعض المحطات. يعني القصة ده أنا سمعته كده من القعدات مع الناس في البيوت كده، بيقول لنا يا أخي المحطة دي عندهم مشاكل في كمية القروش اللي بياخدوها مقابل البنزين، بياخدوا أكتر، في سرقات بتحصل. وصراحة أنا شفتها بعيني، يعني حصلت لي في عربية كنا نحن راكبين كلنا مع بعض، وواحد بكوبل بتاع موتر في بنزين، وبعد ما خلص منه طلع المسدس وخدته طوالي في العربية. من غير ما يصفر العداد. من غير ما يصفر العداد يعني. أنا شفت القصة دي، والغريبة كلموني قبالها بيوم، قال لي خلي بالك إنه الناس ديل بيسرقوا بالطريقة دي يعني. ففعليا حصلت لي قدام عيني يعني، وقدرت أطوالي عليه الحمد لله يعني. لكن دي حاجة مؤسفة شديد، ودي حاجة الناس تنتبه لها. طالما لو ما كان انسدن حصل لنا بصورة مباشرة ما كنا تكلمنا عنها. دي حاجة فردية ولا متفق عليها من الحاجة الغريبة؟ أنا قبالها بيوم بيتكلموا معي في الموضوع ده. كذا زول عمل في محطات معينة بتسرق يعني. عموما كان التحذير عموما إنه في غش في البنزين، لكن الواحد سمعها زي ما باقي الحياة اللي بسمعها. بس لما الانسدن دي حصلت لك بقى هنا ما بس سمع، بقى سمع وحادث حصل بيأكد الحاجة دي. فلا بأس من إنه زول انتبه، زول انتبه لحاجة ما في حاجة يعني جماعة على الناس، لكن دي حاجة حصلت شخصيا يعني، فالواحد experience وحبينا إنه نقول يعني. تاني من الحاجات ممكن نتكلم عن الهاسلينج او بسموه شنو بالعربي؟ الاجتهاد الحاصل. الاجتهاد الحاصل من الناس يا جماعه في السودان. ما شاء الله الشباب والشابات في السودان. اول حاجه حابه اقول برافو برافو برافو، وانا ممتنه لكم وبحبكم وبرافو عليكم وفخورين بكم شديد، ونفسي احس كده امسككم كلكم اديكم هاج. برافو للشباب والشابات المنتجين رغم سوء الامور ورغم سوء الظروف ورغم كل المعيقات، وده هو اللي بيخلق التميز، وده هو اللي بيميز الناس من بعضها، وده هو الفرق بين البني آدم المجتهد وماشي لقدام regardless وبين البني آدم الكسلان
ومهما جاته فرص ما بيعمل حاجة. فشوفنا كتير من البزنس الصغير القايم، شوفنا كتير من البزنس اللي بدأ صغير وبقى حاجة رهيبة شديد، شوفنا كتير من الوسائل اللي بتساعد الإنسان السوداني إنه الحياة قدر المستطاع تكون أسهل. أنا عايزة أشارك في كمية من البنات عاملين بزنس رهيب جدا جدا فخورة بهم. برضو في كمية من الشباب عاملين حاجات حلوة شديد يا سعد. في ريسنتلي بيجوا الناس يعملوا بازارات، يجمعوا كل البزنس اونرز الصغيرين ويعملوا لهم محل زي سوق صغير. نعم. يأجروا مكان يعملوا بازار، الناس تيجي تعرض بضائعها، يجمعوا البزنس اونر كلهم في حتة واحدة، ويجمعوا الناس يمشوا في حتة واحدة يتسوقوا بضائع مختلفة متميزة عن الموجودة في السوق، أسعار حلوة، وفي نفس الوقت فرص لأي زول عايز يسوق وما عنده الامكانيات التسويق او ما عنده امكانيات الانتشار انه ينتشر مع الناس اللي اوريدي عندهم وبيستخدموا ايضا السوشيال ميديا اللي هي كنا نتكلم على انها الجانب النيجاتيف. الشباب ديل بيستخدموها بشكل ايجابي جدا، وبيعملوا توصيل للاشياء اللي بيعرضوها، بيوصلوها لحد البيت، ويعني سيستم كامل متكامل. كمية من الشباب شغالين توصيل بمواتر، كمية من الشباب. يعني احنا الصورة اللي بنقول لنا عن الناس اللي بيركبوا موتر انهم هم منه 9 طويلة الحرامية، لكن في نفس الوقت في كمية من الشباب مستخدم المكنة أو معجلتين دي علشان يفتح بيته ويسترزق رزق حلال، وربنا يبارك لكم ويبارك فيكم. كمية من الشباب شغالين توصيل، ودي حاجة ممتازة إنه الناس ما قاعدة، ودي حاجة رهيبة. وبجد والله العظيم نفسي يعني جد نفسي أكون أوريكم قديش أنا فخورة بكم. كمية من السيدات عاملين أعمال يدوية، كمية من السيدات شغالين في العطورات السودانية وعاملين حاجات مختلفة، يعني بيجوا يضيفوا إضافات غريبة ومختلفة بتميزهم. من الحاجات الحلوة شديدة سعادة عجبتني في السودان الابليكيشن بتاع خضرجي. خضرجي ده بتخش بالابليكيشن تطلب الخضار والفواكه اللي انت عايزها وبتعمل الاوردر، بيجيبوا لك تاني يوم في البيت. ودي خدمة فوق الممتازة، مريحة شديد للأمهات اللي ما بيقدروا يطلعوا كده. بالمناسبة أنا أصلاً ده ما إعلان يعني، لكن دي من الحاجات أنا شخصياً استخدمتها في السودان وساعدتني شديد إني إجازتي في السودان تكون مريحة. هم بيزرعوا يعني بيزرعوا بيوصلوا؟ أنا ما عندي فكرة إذا هم بيزرعوا أو عندهم مزارعهم الخاصة، لكن أنا عارفة إنه هم يوردر الخضار والفواكه وبيجيبوا لك في البيت، وبيجيبوا لك حاجات حلوة ونظيفة ولحوم وأي شيء. بمناسبة الزراعة دي برضو في كمية من الشباب اللي أنا قعدت معاهم استصلحوا زرع أراضي وشغالين بزرع. الله يا سعد، الله 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 عليكم يا شباب يا حلوين. مشوا اشتروا أراضي زراعية في مناطق بعيدة، وأنا بعرف كذا واحد عاملينه مع بعض جروب شباب. دي الصحبة النافعة، دي الصحبة الحلوة. أصحاب مع بعض اشتروا الأرض، بيزرعوا هم مع بعض، واقفين على أرضهم مع بعض، بالتناوب بيسافروا لأن المنطقة بعيدة، فبالتناوب بيسافروا عشان تشيك اون المشروع بتاعهم. وأنا متأكدة مليون في المية المشروع ده هينجح جدا جدا جدا، لأنه البني آدم اللي عايز مشروع ينجح لازم يقف عليه بنفسه، صح، ولازم يكون willing to do أي sacrifices في بداية الأمر. مشروع رهيب جدا جدا يعني بالضبط. لأنه أول حاجة من المشاكل الحاصلة في الخرطوم إنه التكدس بقى كتير جدا جدا، فلما الناس تفكر أفكار زي دي وتبعد شوية هتوزع الفرص على الحتات أكتر، المشاكل دي هتقل والإنتاج هيزيد. بالضبط. فدي فكرة أكتر ممتازة يعني. لما يكون في إنتاج أكتر الأسعار تلقائيا حتقل، لأنه حيكون في توسع، حيكون في انتشار، حيكون في يعني منافسة إيجابية. أكيد. وده برجعنا للبودكاست الفات تكلمنا فيه عن الحقوق والواجبات والناس ما لاقي الشغل. في يا جماعة شغل كتير في السودان. والله أنا قعدت مع ناس بيقول لي يا أخي أنا عندي المشروع الفلاني والفلاني والفلاني ده درباحه كده وده كده وده كده، وكلهم حيعملوا لي دخل كبير، فأنا مخلي بس منتظر حسي شغال في ده حنتهي حدخل في الثاني. ففي أفكار شباب شغالين بيعملوا في شغل ممتاز جدا وبيعملوا في قروش كتيرة، يعني مش قروش بس قادرين يعيشوا بها، لا قاعدين يعملوا في قروش أحسن من ممكن يعملوها إذا طلعوا برا السودان. بالضبط. ودي نقطة مهمة شديد، إنه في ناس جوا السودان بيعملوا دخل عالي. ده بوريك إنه في opportunities يا جماعة. يا أخواننا اسمعوا كلامي ده كويس. حاسة حاليا البلد نامي، دي فرصتكم إنكم تكونوا بليونيرات إذا أنتوا استغلتوا الظرف صح، وإذا دخلتوا بزنس بنظرية وين وين، أنا أفوز وأنت تفوز. يعني خش البزنس إنك عستفيد بلدك وتستفيد، ما في عيب من إنك تستفيد. العيب إنك تكون داخل بس جشع وطمع وأنا أستفيد واستغل الوضع الحاصل. الاستغلال يكون إيجابي،
بحيث انك تفيد وتستفيد. فدي كانت من اكثر الحاجات المحمسه بالنسبه لي، انه في ناس they're willing to do something different. اكيد. وانا حقول لعمار حاجه لاحظتها يديني رايه فيها. انا ماشي في كم حته من المنطقه الصناعيه، بحري في الخرطوم، بشوف باكستانيين لابسين هدوم دي وقاعدين في مصانع، وسوريين. رايك شنو في الكلام ده يا عمار؟ سوريين موجودين في السودان يعني؟ في السودان باكستانيين تحديدا وسوريين في المنطقة الصناعية ماخذين مباني ماجرين. ما دخلت شفتهم شغالين في شنو، لكن الكلام ده بيديك انطباع شنو لما تشوف ناس اجانب موجودين في السودان. والله طبعا دي حاجة، أو طبعا السوريين من الناس المنتجين يعني في حتى لو مشوا من مصر يعني أجبروا المصريين على إنه يحترموهم، ما عشان أي حاجة، لأنه فعل شعب منتج. يعني محل ما يمشي بيقدم الحاجة النظيفة وبيقدم الحاجة الممتازة، وشا كده كل ما يمشوا بينجحوا، ما يتعللوا بأنه عندهم حرب وعندهم مشاكل ولاجئين، لا يعني محل ما يمشوا بينتجوا. فكلامك ده أكتر حاجة يعني بيخلي باكستان يجي شنو السودان لو ما تأكد إنه في فرص. صح، في فرصة. ده كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، وشفتهم في المنطقة الصناعية يعني شفتهم في الخرطوم. اللي هو السودان هو فعلا بقت في مشكلة بتاعت إنه في نزوح بيحاصل للعاصمة، منها مثلا زي الجزيرة مثلا بيجي العاصمة وبيسافروا برا. الفرص أول حاجة حتى هو الناس كلها فكر في الاغتراب وكده، الفرص بقت ما زي الأول، بقت مشاكل كثيرة جدا جدا حاصلة، مشاكل عالمية في الموضوع السفر وكده والحياة دي. فالناس أي زول عايز ينجح لازم يفكر بطريقة عكسية. فحس الناس كلها لو مشوا الاتجاه ده، الناس لو رجعت تاني رجعت للجزيرة ورجعت لغيره، زي حس المروقات الابليكيشن اللي شغال ده، لو الناس بقت تزرع الابليكيشن او الناس الشباب بقوا يرتبطوا مع بعض ويزرعوا، ويا ريت كمان يفكروا لقدام انه يصنعوا كمان. يعني انا بفكر انه السودان فعلا محتاج لحاجات زي دي عشان ننتهي من غلا وتكدس وزحمه والحياة دي كلها. من الحاجات الثانية اللي حصلت ما احنا زيارتنا للسودان دي كان يعني مشيتين للسودان كانت لنقل رفات وجثمان الوالد للسودان. ربنا يغفر له ويرحمه ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله. ف يعني انا بجد من هنا بشكر كل الناس، ويعني الناس بتحب الوالد عبد الكريم الكابلي بطريقة عفوية. هو حتى كان بيذكر القصة دي في حياته، يعني بيقول الحمد لله أنا بحس بحب الناس إنه ما في دافع غيره، يعني خلفه غير الحب. أنت رأيك شنو يا مروة كان في القصة دي؟ لأنك كنت معانا، ومروة كانت مسافرة بالطيران الإماراتي، فلما عرفت إحنا ماشيين جات معانا كتر خيرها يعني، وساعدتنا وساعدت الوالدة وكده يعني. فالانطباع جاك أنت شنو برضه من الحتة دي؟ أنا طبعا الحاجة اللي تكلمت عنها في لايف إنه كان very inspiring بالنسبة لي الموقف اللي أنا عشته ده. أنا مقتنعة تماماً يا سعد ما في شيء بيحصل صدفة، يعني كل واحد فينا أي شيء بيحصل في حياته بتسخير من ربنا له، وبيخليك تتعلم شيء ما وبيقربك من أهدافك اللي أنت خدتها في الحياة. فأنا لما مشيت معاكم الحب اللي أنا شفته للناس، الأحداث اللي حصلت، الناس اللي جو نظفوا المقابر، نظفوا الحي كله، they paid من جيبهم في وضع زي السودان وفي الغلاء الحاصل، وناس عاديين دفعوا من جيوبهم وجابوا آليات عشان ينظفوا الحتة، زرعوا النباتات علشان المكان اللي حيرقد فيه جثمان الدكتور عبد الكريم الكابلي ربنا يرحمه يكون بشكل جميل. كمية الناس اللي جو في المطار، كمية الشغف في عيون الناس، التعامل الطيب مش لقيتوا انتوا بس، لقوها اي زول around you، يعني اي زول محيط بكم لقى استشعر التعامل الطيب والتعامل الحلو، وده كله عشان بس حبا في الانسان غير موجود حاليا يا جماعه. بالضبط، يعني عشان تفهموا انه قصه الحب دي يعني ده الحب ده اعظم نعمه في الحياه. نعم. والحاجة يعني عشت القصة دي وبيني وبين نفسي was like واو، يعني كيف إنه زول يكون توفى حسي له 9 شهور، الناس دي بتحبه كده و they're willing to do أي شيء عشان يكرموه أكثر كرم ممكن في السيتويشن اللي هو فيه. فكانت حاجة very inspiring. وبعد كده صادف بعدها
أنا عملت موضوع اللمة ده وذقت جزء من الحب، جزء كبير شديد والله العظيم. يعني أنا الحب الغير مشروط لله في لله، ما في أجمل من الحاجة دي. خلاني أعرف المشي بتاعت السودان دي كلها أساسا السبب الرئيسي إن أنا أمشي السودان كان عشان أشوف أم ربيعة. أنا قلت لي تعالي وأنا خلاص قلت لي تعالي لازم أجي. أنا لازم أشوف أم ربيعة سوى اللي وداني الحب، يعني السبب الأساسي وداني السودان الحب. ومشيت مع إنسان عاش الحب ومات في حب وما زالت روحه يعني تعيش الحب ده حتى بعد غيابه، وهو ومن حوله. وبعد كده أنا ذقت جزء من الحب ده، جزء كبير شديد من البنات اللي لقيتهم ولاقوني ما في أي مصلحة، ما في بزنس، ما في سابق معرفة، ما في علاقة دم، ما في أي شيء. ناس حبت تشوفني أنا لشخصي حبا في الله ولله، وخلاني يعني أكتر شيء أنا بفكر فيه لما جيت من السودان كيف الزول ممكن يعني how did I reach المكان ده. أولا كيف أنا وصلت الحتة دي، شنو أنا عملته خلاني أستحق الحب ده كله، وكيف ممكن to keep up with الحاجة دي، وكيف ممكن نهايتي تكون نهاية جميلة زي نهاية الدكتور عبد الكريم الكابلي. يعني زول بعد ما مات لسه الناس بتحبه وسيرته مما تجي سيرة دايما أول ما يجي اسمه. دي الحاجة الغريبة، لأنه أي زول لما نيجي يتكلم عنه بتشوف حاجة غريبة في عيونه. وما بس الناس اللي في جيله، يعني الناس اللي في جيله، الناس اللي في جيل أولاده، الناس اللي في جيلي، الناس اللي في الجيل اللي بعدنا، أي زول احتك به أو قدر إنه نازل في جيلي لأنه أنا صغير شوية طبعا يا عمار 18 سنة. it's an awesome بالنسبة لي it was an awesome experience. السؤال كيف الحب ده حصل، كيف to keep it and كيف to spread it more. العطاء. أنا أفتكر إنه عشان تلقى حب أدي حب العطاء. بدون مقابل وبدون شروط. بالضبط كده، العطاء دائما، العطاء والأخلاق الكريمة. أنا أعتقد إنه ده الأساس لإنك تصل لمرحلة دي، يعني إنك تكون بتدي في عطاء وفي نفس اللحظة يكون زي ما بتقول أنت بحب، لكن يعني التعامل يكون فيه أخلاق. الناس من الأشياء المهمة جدا كان في حياة أبوي هي الأخلاق. بيقول لك الأخلاق دي شيء أساسي في الحياة، والحب ما في أجمل منه. تعمر الواحد كان يعني يتمنى إنك أنت تشاهد اللحظات دي، لكن ادينا الانطباع اللي حصل لك أنت عن البعد. طبعا أستاذ عبد الكريم الكابلي غير إنه يعني هو غير العطاء طبعا ده جزء من ناس كتير مبدعين عندهم العطاء وكده، لكن اللي خلاه ناس بسيطين جدا عندهم الرسالة. يعني مثلا لما انا يمكن 3 بس هم الناس اللي اثروا عندهم الرساله: بوب مارلي ومحمد منير واستاذ الكابلي. في ناس حسي كثيرين ما بيعرفوا جامايكا الا ببوب مارلي، لانه لما جاء قدم موسيقى معينه وقدم رساله معينه، كان مؤثر على كل المستويات في العالم يعني. ولحد يوم الليله محمد منير عرف الناس عن حاجه اسمها جنوب مصر والنوبة والحاجات دي. أستاذ كابلي عرف الناس عن التراث السوداني. فأي زول عنده رسالة دائما بيستمر. فالحياة دي يعني أنا في المتوسطة كنت بغني نارد على يدها. فالتراث والفكر اللي قدمه ده يعني كان فايت عصره شوية. فهو يعني هو قدم رسالة، أصلا هو عنده رسالة معينة. ده يعني في ناس مطربين كتار وممثلين كتار ومبدعين كتار، لكن ما أي زول عنده رسالة. يعني بسيطين جدا جدا عنده الرسالة اللي بتستمر. فده أنا شايف ده شيء طبيعي، يعني اللي زول كان عنده رسالة وقدم المستوى ده من الفن يعني. نعم ربنا إن شاء الله يغفر له ويرحمه. ونحن ممكن نعمل بودكاست كامل نتكلم عنه. وعمار كان طلب مني حاجة زي دي، قال لي ده نعمل معك لقاء عن الوالد عبد الكريم الكابلي، له المغفرة والرحمة إن شاء الله يا رب العالمين. لكن الواحد يعني يشكر كل الناس على وقفتهم، يشكر كل الحب والأيادي المفتوحة اللي تمدت لنا نحن كأسرة، يعني في كل مكان وفي كل مجال من الشعب، من الجهات الرسمية، يعني في كل مكان. فشكرا لكم وربنا يحفظكم. ودائما زي ما بقول الوالد: دام الله هذا الإحسان الذي أنتم فيه.
الحاجة اللي أنا عايزة أقولها يعني الكونكلوجن بتاع مشي السودان. لما مشيت السودان لقيت إنه في the big يعني big شنو بسموه؟ الصورة الكبيرة. الأكثر الأحداث تأثيرا أنا لقيتها في السودان من واقع تجربتي أنا الشخصية، اللي هي حاجة تخصني أنا بس عشان ما أفضل يفلق في حلقي. عارفاكم في ناس كده بيجوا في الحلق. لا seriously، الحاجة اللي أنا شفتها في السودان لو زول قال لي highlight، أول حاجة شفتها شباب وشابات منتجين عايزين يغيروا بالجد وما مستسلمين للأوضاع. دي اللي أنا شفتها شديد كويس. شفتها تطوير حقيقي في الإنسان السوداني من نواحي كثيرة. يعني ممكن نقول تطوير فكري، إنه في وعي أكتر، إنه في ناس أكتر بقت تحدد وتخطط وتضع أهداف وعارفة نروحها مع الشوين، ودي حاجة كانت ما عندنا. الحاجة اللي برضو شفتها في السودان، شفتها إنه السودان فيه خير كتير وفي أمل. في فترة من الفترات والله العظيم الواحد فقد الأمل وجينا خلاص بقينا حاسين إنه السودان ده يعني بس يقفلوه يضلموه ويقفلوه ويرموا المفتاح. يعني ده كان إحساس عند البني آدم. لكن لما أنا مشيت حسيت إنه في أمل وفي خير كتير وفي فرص رهيبة وفي ناس عايزين يغيروا وحيحصل. والله العظيم اتذكروا البودكاست ده حيجي يوم نقول إنه شفتوا مش قلنا لكم السودان حيبقى أحسن مما هو عليه ومما كان عليه ever. يعني السودان حيصل لمستوى ما حصل وصله قبل كده إن شاء الله من الخير والنعيم والحاجات الرهيبة. الإنسان السوداني الطيب الجميل لسه موجود. شفته في وشو مربيعة، شفته في وشوش حبوباتي والناس اللي بعرفهم والما بعرفهم، شفته في وشوش البنات الجوني ما بعرفهم ما شفتهم في حياتي، شفته في وشوشهم الخير والحب والنوايا الطيبة، شفته في وش أي زول احتكت به في السودان شفته في وشه خير والله العظيم من غير مبالغة. أنا ما قابلت في السودان في مشيتي الأخيرة دي وش عابس أو وش لئيم أو وش شرير. كل الحاجات شفت خير كتير الحمد لله وشكرا الله. شكرا لكم يا جماعة. يوميد مشيتنا السودان دي تخلينا كده excited to do more and to do best ونكون أحسن من نفسنا بجد. into such an يعني inspiring أشخاص. الحمد لله. عندك حاجة عمار تقولها؟ والله أنا طبعا السودان شايف إنه المفروض يكون أحسن من كده كتير. يعني أنا مثلا ما حقارن بأي دولة أقول حوالينا وكده لأنه بصراحة للأسف شديد ما في مقارنة. يعني من المطار لحد الشوارع لحد البنى التحتية في السودان حاجة كنا أحسن من كده في الستينات. فالسودان اتأخر شديد. فإحنا لازم نبدأ يعني أسرع وقت ممكن لازم نبدأ نغير. وأنا في رأيي الحس الحاجة اللي قالتها مروة دي من إنه الناس بقت تزرع. دي البداية. أنا أعتقد الناس لازم تنتج وتزرع وتمشي بعيد لأن السودان بلد كبير جدا جدا. إحنا حافظينه جغرافيا بالمشاكل اللي فيه في دارفور ومفروض نحفظه بعد كده بأنه مفروض ننتج هنا مثلا في دارفور مفروض ننتج إنتاج. الشباب مفروض يمشي ينتجوا. ننسى في دول كانت فيها حروب مشاكل أكثر مننا مثلا زي رواندا حسيت قدموا الناس ديل. فأنا في رأيي إنه إحنا تأخرنا شديد. فخلاص يعني إذا ينفذ مفروض الناس تبدأ بعد كده تمشي لقدام إن شاء الله. إن شاء الله. السودان أكيد الحمد لله زي ما قالت مروة الحب موجود، الوفاء عند الناس ودي من الشيم الكريمة جدا موجودة الحمد لله في السودان. لسه في الناس دارت تشتغل حاسب إن البلد المفروض تمشي لقدام. وأيضا أنا قابلت شباب صراحة جو من أمريكا ومن أوروبا وقاعدين في السودان وشغالين ومتحدين في مشاريع كثيرة جدا. وأيضا زي ما قال عمار في جوانب كثيرة الناس المفروض تلتزم لها ودعين لها على أساس إنه ما نصل يعني للأشياء اللي وصلت لها دول زي رواندا إنه ندخل في حرب أهلية ولا كده. ربنا يعني يحمي السودان ويحمي أهل السودان والسودانيين شعب طيب يعني يستاهلوا كل الخير. وأيضا زي ما قالت برضو مروة الشباب فيهم خير كتير الحمد لله. أنا شفت لي نموذج رهيب جدا يا مروة في زيارتي دي وعملت توثيق للموضوع ده. لقيت لي واحد من الشباب عمل اختراع جديد في السودان وابتدى يبيع منه وابتدى يصدر حتى برا السودان في ظل الظروف دي. يعني
حتى بعد مرحلة الثورة الكلام ده يعني. فدي بتوريك إنه عندنا ناس شباب قياديين، عندنا قيادات واعية، ناس همهم السودان، وإن شاء الله بإذن الله نشوف الخير في كل مكان، والواحد ما بيفقد الأمل دائما وأبدا. نشوفكم على خير، في أمان الله، تحياتنا لكم جميعا، ما تنسوا التعليقات والشير. في أمان الله، السلام عليكم. باي. تابعونا على صفحة الفيسبوك